السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله تعالى النهارده تاني حصة لنا في كورس التأسيس. هنخلص الكورس ان شاء الله تعالى النهارده عشان نبدأ في شرح المنهج على طول. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة عندنا يا شباب هنبدأ نتعلمها. احنا خدنا الحصة اللي فاتت كورس اللي هو الحصة اللي نزلت اللي فاتت، خدنا ايه؟ خدنا يعني ايه الذرة، يعني ايه العنصر، يعني ايه المركب. تمام. هناخد ايه النهارده ان شاء الله يا مستر؟ ان شاء الله النهارده يا شباب هنبدأ اكتب لكم بعض العناصر نقدر نطلع منها العدد الذري ازاي. تمام. نقدر نوزعها الالكترونات بتاعتها ازاي في مستويات الطاقة عشان نقدر نجيب عدد البروتونات، عدد الالكترونات، النيوترونات الى اخره. طب ده كله يا مستر هيفيدنا في ايه؟ ده كله ان شاء الله تعالى هيفيدك يا بطل في كتابة المعادلة الكيميائية. انت عليك السنة دي ان شاء الله تعالى، السنة دي في ثالثة اعدادي، اذا كنت لو انت ثالثة اعدادي او اولى ثانوي فانت عليك برضو المعادلات الكيميائية مطلوبة منك ومهمة جدا جدا جدا. فلو انت ما حفظتش العناصر الكيميائية اللي انا سبتها لكم في الفيديو اللي فات في صندوق الوصف، يبقى انت داخل الحصة دي بتهرج، داخل تلعب، يبقى انت مش هتستفيد اي حاجة. طب يا مستر انا دلوقتي هحفظها، تمام، يبقى ارجع اسمع الفيديو، احفظ العناصر الكيميائيه ويخش معايا على الحصه الثانيه على طول عشان تبدا تعرف ازاي هنشتغل باذن الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الحصه اللي فاتت خدنا حاجه عندنا اسمها العنصر. تمام يا شباب، اول حاجه خدنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ اسمها العنصر. عرفنا العنصر هو بيتكون من ذره واحده. العنصر بيتكون من ذره واحده، وعرفنا ان العنصر بيكون نقي. تمام. عندنا عناصر كتيرة، احنا عندنا جدول الدوري بتاعنا عندنا 118 عنصر. طب هل هنحفظ ال 118؟ لا، انا في البي دي اف اللي سايبه لك في وصف الفيديو في الفيديو الاولاني سايب لك اهم العناصر الكيميائيه اللي مطلوبه منك حضرتك تحفظها عشان تعرف تكتب اي معادله كيميائيه ما تقفش قدامك باذن الله، اللي مطلوب منك حاليا. تمام. العنصر قلنا هو بيتكون من ذره نقيه وذره واحده، ده العنصر. طب عنصر زي مين يا مستر؟ عندنا عنصر مثلا زي ال Na. تمام. عندنا عنصر تاني مين يا مستر؟ عندنا عنصر زي الCl. تمام. عندنا عنصر زي مين؟ عندنا عنصر زي K. عندنا عنصر زي عناصر كتيرة جدا. تمام. عندنا عنصر مثلا زي الهيدروجين. دي كلها عناصر كيميائية. تمام. طب يا مستر ماشي، ما احنا عرفنا العنصر، طب هل هنستفيد ازاي؟ هنستفيد ايه من الفيديو ده؟ ايه العناصر هنستفيد منها ايه؟ العنصر حضرتك هتستفيد منها اولا عايزك تحفظ العنصر بالعدد الذري بتاعه. ايه هو العدد الذري ده يا مستر اصلا؟ العدد الذري ده يا حبيبي بيكون موجود اسفل العنصر. يعني لما تجيب كده جدول دوري، هسيبه لكم برضو ان شاء الله، لما تجيب الجدول الدوري تبص تحت كل عنصر بتلاقي فيه رقم اسفل كل عنصر. رقم اسفل مين؟ اسفل كل عنصر. فعلا يا مستر بصيت قبل كده على الجدول الدوري لقيت تحت كل عنصر فيه رقم. ايه الرقم ده يا مستر بقى؟ الرقم ده يا باشا يا طالب يا شاطر يا مجتهد اسمه العدد الذري. ايه هو العدد الذري؟ العدد الذري بتاع العنصر يعني هو عدد الالكترونات بتاعته. مش فاهم يا مستر؟ مش احنا بنوزع عندنا العناصر في مستويات طاقة؟ بنوزع ايه في قلب مستويات الطاقة؟ بنوزع عندنا يا مستر الكترونات. كل مستوى طاقة بياخد عدد من الالكترونات محدد فبنبدأ نوزعها. تمام صح. طب ايه تاني؟ طب احنا لما بنوزع في مستوى الطاقة ازاي بنعرف ان العنصر ده اذا كان فلز ولا لا فلز، اذا كان موجب ولا سالب؟ الحصة اللي فاتت لما قلت لك عندك البروتون، نراجع كده تاني. الحصة اللي فاتت لما قلنا عندك البروتون بياخد اشارة موجبة، والنيترون بياخد اشارة متعادلة، والالكترون بياخد اشاره سالبه، صح؟ مش قلنا كده الحصه اللي فاتت؟ فعلا يا مستر. وساعتها حضرتك سالتني وقلت لي يا مستر ايه الاشارات ديت؟ قلت لك احفظها زي ما هي كده لغايه ما نجي لها الحصه الجايه. جينا لها الحصه الجايه. ايه هي الاشارات دي بقى؟ الدرس كله بتاع النهارده قايم وكله قائم ان شاء الله على ازاي نعرف الاشاره دي جت ازاي، او الاشاره دي بتاع ايه اصلا. يبقى دلوقتي نمشي بالترتيب واحده واحده. اول حاجه عايزك تعرف العدد الذري بتاع كل عنصر. يعني لما اديك ال Na هتلاقي موجود تحت ال Na رقم اسمه 11، رقم كده 11.
تمام. وتحت السي ال 17، وتحت الكي 19، وتحت الهيدروجين 1. دي اسمه مين تاني؟ دي اسمه العدد الذري. يبقى العدد الذري اللي اسفل تحت كل عنصر عايز حضرتك تحفظه. هتقول لي ان 11 كي 19 سي ال 17 هيدروجين 1 هيليوم 2، اي رقم اي عنصر اديهولك تحفظه بالعدد الذري بتاعه. حفظت لي العدد الذري، تعالى بقى. طالما حفظت الاعداد الذريه بالعناصر يبقى تعالى لي، ما وراكش حاجه تاني. ايه اللي وراك بقى؟ انك تقعد تسمع الفيديو، وانا بفضل الله هعرفك كل التفاصيل التانية، بس تجيلي حافظ العدد الذري فقط لا غير. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نمسح دول كده، هنرجع لهم تاني ان شاء الله. ناخد اول حاجه معانا العدد الذري بتاع الهيدروجين بتاع ال Na11. قلنا العدد الذري بتاعه كام؟ 11. عايزين بقى نوزعه. يعني ايه نوزعه يا مستر؟ عارفين من سنه تانية اعدادي واللي لسه داخلين تالتة اعدادي ان شاء الله، عارفين في حاجه عندنا اسمها مستويات الطاقه. ايه هي مستويات الطاقه؟ مستويات الطاقه ديت ان كل عنصر ليه عدد من مستويات الطاقه محدده ليه هو. ازاي؟ مستويات الطاقه كلها اصلا احنا عندنا كل مستويات الطاقه 7 مستويات للطاقه. يبقى مستويات الطاقه كلهم كام؟ كلهم 7. كل مستويات الطاقه كام؟ 7. كل عنصر ليه عدد من مستويات الطاقه. ايه المستوى الطاقه بتاع العنصر ده؟ هو العدد او هو المستوى اللي بيتوزع فيه العنصر، بيتوزع فيه العدد الذري بتاع العنصر. بنبدأ نوزعه عشان نعرف خصائص العنصر. يبقى ايه لازمة مستويات الطاقة يا مستر؟ لازمتها حضرتك اللي احنا بنوزع فيها العدد الذري بتاع العنصر عشان نعرف الخصائص بتاعته. عرفت بقى لازمته ايه؟ تمام. فنبدأ بقى عندنا مستويات الطاقة. مستوى طاقة 7 زي ما احنا قلنا. كم مستوى طاقة؟ 7. مستويات الطاقة ديت مش شرط زي ما انت شايفها بس كده، لا. امال ايه؟ كل مستوى ليه حرف بيميزه، ليه اسم، وليه عدد من الالكترونات المحدده اللي بيشيلها. بيشيل عدد محدد من الالكترونات. يبقى كل مستوى طاقه ليه ماله؟ ليه حاجتين اتنين. اول حاجه كل مستوى طاقه ليه اسم، كل مستوى طاقه ليه عدد محدد من الالكترونات. طب اساميهم ايه يا مستر؟ اول مستوى طاقه بيسمى عندنا بالاسم K، واخد الحرف K. بعد كده L M N O B Q. يبقى K L M N O B Q. كم مستوى طاقة؟ 7. تمام. أول مستوى طاقة عند حضرتك بياخد إلكترونين. تاني مستوى طاقة 8 إلكترونات. بعد كده التالت 8 وإلى آخره. تنيك ماشي في العدد من الإلكترونات. ولكن اللي يهمك كله في العناصر المطلوبة منك دلوقتي، انت مطلوب منك من 3 مستويات طاقة ل4 مستويات طاقة. مالكش في التاني اللي هو من 5 لحد 7 ده، مش عليك دلوقتي. تمام؟ عشان هو مسهلة عليك، فقال لحضرتك انت ليك من اول 1 لحد رقم 4 بكتير قوي. ده العنصر العدد الذري بتاعه ما بيعديش عندك ال4 مستويات طاقة. تمام؟ الباقي هتعرفه بعد كده، كل مرحلة وليها المنهج بتاعها. تمام؟ يبقى احنا عندنا اللي هنستخدمهم الكي والال والام والان، دول اهم حاجه اللي احنا عايزين نعرفهم دلوقتي ونركز فيهم. تمام كده؟ تمام. ايه يا مستر حضرتك الارقام اللي انت كتبتها لنا تحت كل مستوى طاقه ده؟ ما انا قلت لك كل مستوى طاقه ليها عدد محدد من الالكترونات. يعني حضرتك مثلا لما بتروح تجيب ازازه ميه لتر، ازازه الميه دي بتحتوي على كميه قد ايه من الميه؟ بتحتوي على لتر واحد من الميه. طب هل تعرف تملى لي جوه الازازه اللتر 2 لتر ميه؟ لا يا مستر. ازاي؟ هي اخرها اصلا يا مستر مصنعينها على اخرها ان هي تشيل لتر. يبقى ازاي هتشيل 2 لتر؟ عمرها ما هتحصل يا مستر، عمرها ما تحصل. صح. يبقى كل مستوى طاقه حضرتك ليه عدد محدد من الالكترونات. ما تجيش تقول لي مستوى الطاقه الاول اللي هو ك يشيل 5 الكترونات. غلط، هو اخره 2 الكترون، ما يشيلش اكتر من الاثنين. تاني مستوى طاقه اخره 8 والتالت اخره 8.
اخره 8، يعني يشيل من 1 لحد 8. ما حدش يجي يقول لي يا مستر لما نيجي نوزع دلوقتي يا مستر انت حاطط لي في مستوى الطاقه رقم 2 حطيت لي مثلا الكترون وانت قايل لي يا مستر ان هو بيشيل 8 الكترونات. حضرتك بقول لك اخره ماكسيمم يكون 8 الكترونات، يعني من 1 لحد 8، ما يشيلش اكتر من 8 بس يشيل اقل طبعا. تمام. يبقى عدد الالكترونات في مستوى الطاقه، كل مستوى طاقه ليه عدد محدد من مين؟ من الالكترونات. فهمنا ايه مستوى الطاقه؟ ايه مستوى الطاقه يا مستر؟ طب مستوى الطاقه ده اصلا جه منين؟ فاكر الحصه اللي فاتت لما جبت عندنا كده، جبت لك عندنا حاجه اسمها الذره. الذره دي جواها نواه، وحوالين النواه كان في دوريات كده. فاكر الحصه اللي فاتت؟ فكرني تاني يا مستر. تمام. كان جوه النواه بنقول جواها في بروتونات موجبه وفي نيترونات متعادله جوه النواه. وقلنا براها في الكترونات بتدور حولها. فاكر الرسمه ديت؟ فعلا يا مستر كان في رسمه كده في الكترونات بتدور حولها. شفت بقى الالكترونات بتدور فين؟ بتدور حواليها في دايره كده يا مستر. الدايره دي هي مستوى الطاقه. الدايره دهيت هي مستوى الطاقه يا مستر. يعني انت عايز تفهمني الدايره ديت بتساوي نص القوس ده؟ يعني الدايره ديت زي نص القوس يا حبيبي. ما هو لما جه يبسطها لك مش هيرسم لك دايره عشان يعرف يبسطها لك تفهمها، ولكن الدايره هي مستوى الطاقه. احنا لو كملنا مستوى طاقه كده هيعمل معانا دايره. يبقى فهمت بقى مستوى الطاقه دي جه منين؟ اللي هو بيلف في الالكترونات. بيلف في مين؟ الكترونات. طالما بيلف في الالكترونات يبقى احنا بنوزع فيه عدد الالكترونات. تمام لحد كده؟ تمام. ايه تاني حاجة حضرتك هنستخدمها دلوقتي؟ هنبدأ نخش على نبدأ نوزع بقى. احنا عرفنا مستويات الطاقة صح؟ عرفنا مستويات الطاقة، عرفنا أول 4 مستويات طاقة بتشيل عندنا كام إلكترون. نبدأ نوزع بقى واحدة واحدة. بسم الله. أول حاجة عندنا خدنا أول عنصر زي مثلا ال Na، وقلنا العدد الذري بتاعه 11، يعني فيه 11 إلكترون. فعايزين نبدأ نوزعه في مستويات الطاقة. قلنا عندنا 7 ولكن ال7 مش هنستخدمهم، فتعال نجرب نوزع كده. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. لو جه حضرتك بصيت هنا Na كام؟ Na يا مستر 11. تمام. أول مستوى طاقة عندنا اسمه إيه؟ أول مستوى طاقة اسمه K. طب التاني L، التالت M. تمام. واحدة واحدة كده مع بعض. 11 الكترون. قلنا اول مستوى طاقه بيشيل كام الكترون؟ الاول يا مستر الكي حضرتك قلت بيشيل 2 الكترون، يبقى فيه 2 الكترون. طب التاني قلت بيشيل كام الكترون؟ قلت يا مستر بيشيل 8 الكترونات. تمام. الله ينور عليك، لحد كده صح. قلنا الاول بيشيل 2 والتاني بيشيل 8. تمام. 2 و8 كام؟ 10. 10 ايه؟ 10 الكترونات. 10 الكترونات. يبقى تفضل كام للمستوى الاخير ده؟ 10. معانا 11 الكترون ناقص 10، يبقى تفضل الكترون يا مستر. تفضل كام؟ الكترون. يبقى مستوى الطاقه الاخير ده فيه كام الكترون؟ فيه يا مستر 1 الكترون بس اهو. فيه كام الكترون؟ فيه 1 بس يا مستر. طب تعال نجمع كده عشان نتاكد. 2 و8 10 1 11. ال 11 بتاعت ال Na. يا مستر صدق. طب يا مستر ممكن ناخد حاجة تاني؟ ناخد لحد 10. يلا تاني. عندنا مثلا زي الCl. الCl كام؟ الCl يا مستر حضرتك قلت ان هو 17. تمام. طب تعالى نكتب مستويات الطاقة بتاعتنا. يلا ادي 1 2 3 يا عم، وتعالى نكتب اهو 3 لحد ما نشوف. ماشي. تعالى نكتب يلا يا مستر الاسامي بتاعتنا. كان K، ايه تاني؟ L، M. تمام يا مستر. اول مستوى طاقه يا مستر كان فيه شاطر 2 الكترون. التاني يا مستر هقول لك قول 8 الكترونات. 8. تمام. احنا عندنا كام الكترون؟ 17. 2 و8 10. تفضل كام من 17 يا مستر؟ تفضل 7. ان شاء الله عليك، عرفتها لوحدك كويس. يبقى فضل كام الكترون؟ 7 الكترونات. يبقى مستوى الطاقة الأخير بتاع العنصر ده فيه كام إلكترون؟ فيه 7 إلكترونات.
ايه يا مستر اللي انت عمال تحدده ده؟ اللي انا عمال احدده ده مش من فراغ، دي لسبب دلوقتي وهعرفكم. ايه ده يا مستر؟ وزعنا عندنا الكترون عنصرين صح؟ في مستويات الطاقة الخاصة بيها. صح كده يا شباب؟ يا مستر. نسمي الله تاني كده ونصلي على النبي ونبدأ نكمل عندنا. بص يا مستر، بصيت وزعنا العنصر بعدد الالكترونات بمستويات الطاقة كاملة بأساميهم صح؟ صح. حضرتك دلوقتي يا مستر انت علمت لي على اخر الكترون وعلمت لي هنا على اخر الكترون. ما هو حضرتك اخر الكترون ده اللي هنعرف منه خصائص العنصر. والله والله اخر الكترون هنعرف منه خصائص العنصر. ازاي يا مستر؟ زي الناس. بص كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا حضرتك العناصر بتقسم ليه؟ فلزات، لا فلزات، اشباه فلزات. يبقى بتقسم ليه يا مستر؟ عندنا العناصر بتقسم ليه يا مستر؟ بتقسم ليه فلزات. ايه تاني؟ بتقسم ليه لا فلزات واشباه فلزات. يبقى بتقسم لايه؟ العناصر عندنا يا مستر بتقسم ليه فلزات، لا فلزات، اشباه فلزات. تمام. قال لحضرتك عشان ابسط عليك الموضوع فانت هتاخد السنه دي ان شاء الله الفلزات وهتاخد الفلزات. طب هاخد اشباه الفلزات؟ قال لك لا مش دلوقتي. يبقى هاخد مين؟ فلز ومين؟ واللا فلز. ومش هاخد مين؟ مش هاخد اشباه الفلز. تمام كده؟ تمام يا مستر. نبدا نقول اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا مين؟ عندنا الفلزات. الفلزات ديت يا مستر عايز اعرف الخصائص بتاعتها من عيني. خصائص الفلزات قال لك اول حاجه ان مستوى الطاقه الاخير بتاع الفلزات، اول حاجه مستوى الطاقه الاخير بتاع الفلزات بينتهي بكام الكترون؟ قال لك بينتهي بالكترون او 2 او 3. يبقى بينتهي بكام الكترون؟ بالكترون او 2 او 3. دي مين؟ دي الفلز. تمام. دي النقطة اللي تهمنا. ليه خصائص كتيرة جدا زي ان هو قابلة للسحب والترك، جيد توصيل الكهرباء والحرارة. ليه خصائص كتيرة جدا، ولكن اللي يهمنا في الدرس ده ان الفلز مستوى الطاقة الأخير بتاعه بينتهي بإلكترون أو 2 أو 3. طب اللافلزات، اللافلزات حضرتك قال لك اللي هي بتنتهي بكام إلكترون؟ قال لي إن هي بتنتهي ب5 أو 6 أو 7 إلكترونات. إيه؟ بينتهي ب5 أو 6 أو 7 إلكترونات. دي مين؟ الفلز بينتهي 1 2 3. أشباه الفلزات 5 أو 6 أو 7. تمام. تمام كده؟ تمام. طب ايه يا مستر الأرقام دي؟ مش فاهم حاجة. تعال ارجع تاني كده. حفظت ان هو الفلز 1 2 3، اشباه الفلز 7 5 5 6 7 صح؟ تمام. تعال نرجع كده خطوة بسيطة. تعال بسم الله. بص كده معايا ركز. ال Na كام؟ N يا مستر 11. وزعناها كام؟ 2 8 1 صح؟ تمام. الCl كام؟ الCl 17. وزعناها كام؟ 2 8 7. لقطت حاجة؟ يا مستر فهمتك. تمام شاطر. ال Na11 مستوى الطاقة الأخير. ايه مستوى الطاقة الأخير؟ مش دي مستوى طاقة ودي مستوى طاقة ودي مستوى طاقة؟ فين مستوى الطاقة الأول؟ ده الأول. فين التاني؟ ده التاني. فين الأخير؟ ده الأخير يا مستر. ده مستوى الطاقة مين؟ الأخير. تمام. Cl فين مستوى الطاقة الأخير بتاعه؟ ده هو يا مستر. تمام. مستوى الطاقة الأخير في ال Na11 بينتهي بكام إلكترون؟ بإلكترون. طب مستوى الطاقة الأخير في الCl 17 بينتهي بكام إلكترون؟ ب7 إلكترونات. فهمت يا مستر؟ يبقى كده ال Na يا مستر فلز. شاطر. والCl لا فلز. الله ينور عليك. دي اللي عايزك تفهمه.
ال Na فلز والCl لا فلز. طب دول بس يا مستر، يبقى ما تتخنش دماغك بالله عليك، افهم. مش دول بس اللي عندك فلز ولا فلز، اي حاجه، اي عنصر ينتهي بمستوى الطاقه الاخير بتاعه بالكترون او 2 او 3 يبقى ده فلز. اي عنصر ينتهي مستوى الطاقه الاخير بتاعه ب5 او 6 او 7 الكترونات يبقى لا فلز. ما تقولش الاثنين دول بس. تمام يا مستر؟ يبقى كده حضرتك انا صنفت ال Na فلز والCl لا فلز. طب نرجع تاني كده، نرجع مفيش مشكله. ايه تاني يا مستر؟ قال لحضرتك ان الفلز يفقد الكترونات. الفلز ماله؟ يفقد الكترونات. طب اللا فلز يا مستر؟ اللا فلز قال لك يكتسب الكترونات. والله الفلز يفقد واللا فلز يكتسب. تمام. تالت خاصية عندنا قال لك ان الفلزات مالها؟ قال لحضرتك ان الفلزات لما بتفقد بتعمل ايه؟ قال لك بتاخد اشارة موجبة. الله، كل حاجة بدأت توضح. طب اللا فلزات يا مستر؟ اللا فلزات قال لك لما بتكتسب الكترون بتاخد اشارة سالبة. بتاخد اشارة سالبة. يبقى شوف وصلنا لحد فين؟ لقطت معايا الفكرة؟ لقطت الفكرة يا مستر. يبقى الخصائص نراجع عليها سريعا تاني كده عشان ده اهم حاجة عندنا في الدرس كله، اهم جزئية في الدرس. اول حاجة يا مستر ان الفلز بيكتسب الكترون او 2 او 3 اللي هو في مستوى الطاقة. لا معلش، عذرا خطأ، معلش. الفلزات مستوى الطاقة الاخير بتاعها بينتهي بإلكترون او 2 او 3. تمام. الفلزات بتفقد الكترونات. تمام. الفلزات يا مستر لما بتفقد بتاخد اشاره موجبه. تمام. اللا فلزات عكسها، مستوى الطاقه الاخير بتاعها في كام؟ في 5 او 6 او 7 الكترونات. اللا فلزات يا مستر بتكتسب الكترونات. اللا فلزات يا مستر لما بتكتسب بتاخد اشاره مالها؟ اشاره سالبه. اشاره مالها؟ اشاره سالبه. يبقى تعالى نرجع كده بسيط، نرجع كده خطوه بسيطه. تعالى بص كده، فاكر الحصه اللي فاتت؟ فاكرها يا مستر؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل عند حضرتك لما جيت قلت لك في المذكره اللي سبتها لك في اسفل وصف الفيديو، لما فيها العناصر الكيميائيه لممها فيها كلها، لقيت مكتوب عندك ان 11 واخده اشاره موجبه. فعلا والله يا مستر لما ذاكرت لقيتها فعلا كده، واللي ما ذاكرش يرجع يذاكر، احنا مش بنهزر. حضرتك ما تقوليش انا ما شفتهاش، انا سايبها لك في الوصف، انزل حملها واشتغل عليها وجهز دنيتك وخش اسمع الفيديو. تمام. لما ذاكرت يا مستر لقيت الCl واخده اشاره سالبه، فعلا يا مستر لقيتها كده. تمام. الاشارات دي جت منين؟ دي جت من الخصائص اللي قلنا في الفلز ولا فلز. طب تعال نطلع كده من العنصر دي كده. تعالى كده، تعال اكتب لك مثلا كده ال Na 11 واخد اشاره موجبه. انا عايز الخصائص بتاعه العنصر. عايز مين؟ عايز الخصائص. يلا طلع لي خصائص العنصر ده. هقول لحضرتك يا مستر اهو، ثانيه واحده. اول حاجه اقولها لك يا مستر ان العنصر ده يا مستر فلز. ما شاء الله عليك. تاني حاجه هقولها لك يا مستر ان العنصر ده يفقد مين؟ يفقد الوزن؟ لا، يفقد الكترونات. تمام، ما شاء الله. تالت حاجه هقولها لك يا مستر ان العنصر ده يا مستر مستوى الطاقه الاخير بتاعه بينتهي ب1 الكترون. تمام. رابع حاجه هقولها لك يا مستر ان العنصر ده لما بيفقد الالكترونات بياخد اشاره موجبه يا مستر. تمام، الله ينور لحد كده. يبقى الاربع خصائص دول بتاع كل عنصر. هسأل حضرتك هقول لك عنصر كذا،
هتقول لي الخصائص بتاعته 1 2 3 4، فلز ولا لا فلز، يفقد ولا يكتسب، مستوى الطاقه الاخير في كام الكترون، وفي الاخر بياخد اشاره ايه؟ بياخد اشاره ايه؟ تمام. طب يا مستر حضرتك فهمتنا حاجات وفي حاجات سبتها لنا مش فاهمينها لحد دلوقتي، زي مين يا حبيبي؟ عرفنا يعني ايه فلز يا مستر، عرفنا يعني ايه الكترون في مستوى الطاقه الاخير، وعرفنا يعني ايه اشاره موجبه، بس ما عرفناش يعني ايه يفقد ويعني ايه يكتسب. ما عرفناش الحاجات دي يا مستر، ما تعرفها لنا من عينينا الاثنين. يعني ايه يفقد ويعني ايه يكتسب؟ يفقد الكترون مستوى الطاقه الاخير. لما جينا نوزع ال Na وزعناه بالطريقه دي 2 8 1 صح؟ مستوى الطاقه الاخير فيه الكترون، فبدانا نعمل له عمليه فقد او اكتساب. ازاي؟ ان حضرتك عندنا الذره بتكون في حالتها الاساسيه اسمها مستقره. يعني ايه مستقره؟ يعني في حالتها الطبيعيه هي قاعده في استقرار، قاعده في حياتها الطبيعيه، واكله شاربه نايمه بتشتغل في حياتها الطبيعيه، مش عايزه حد يقلقها، فهي مستقره مكانها. لما يجي واحد كده لعبي ومعفرط ما بيسيبش حد في حاله، يقوم جاي رايح عامل ايه للذره؟ يقوم جاي ناكش الذره، اللي هو بالبلد عندنا يقول لك يجر شكلها، فيروح يجر شكل الذره. لما يجر شكل الذره يعفرطها، فالعفرطه في الذره اسمها ايه؟ اسمها حاله اثاره. اسمها حاله مين؟ اسمها حاله اثاره. اسمها حاله مين؟ حاله اثاره. العفرطه اسمها مالها؟ اسمها اثاره. تمام. هل حضرتك تحب ان انت تكون دايما تعبان ومتعصب ومش طايق حد وفي حاله اثاره، ولا تحب تكون هادي ومستقر؟ احب اكون مستقر يا مستر طبعا، مين ما يحبش يبقى مستقر وهادي؟ يبقى احب ايه؟ احب ابقى مستقر. تمام. حضرتك عشان الذره تبقى مستقره لازما يكون مستوى الطاقه الاخير بتاع الذره. تاني مستوى الطاقه الاخير بتاع الذره. تاني مستوى الطاقه الاخير بتاع الذره لازما يكون في حاجتين اتنين من الالكترونات. ايه هو؟ مستوى الطاقه الاخير ده اهو لو في 0 أو 8 إلكترونات تكون الذرة دي اسمها مستقرة. إيه؟ تكون الذرة دي اسمها مستقرة. سمعني، تكون الذرة دي اسمها مستقرة. يبقى لما يكون في 0 أو 8 إلكترونات يكون الذرة دي اسمها مالها؟ مستقرة. طب غير كده مش مستقرة. فعشان أحولها من الإثارة للإستقرار، لازما اخلي مستوى الطاقه الاخير يا في 0 يا في كام الكترون؟ يا في 0 يا في 8 الكترونات. طب تيجي نطبق كده على المثال اللي عندنا. تعالى كده. ال N11 مستوى الطاقه الاخير يا مستر بتاعه كان في 2 8 1. تمام. مستوى الطاقه الاخير في كام الكترون؟ في الكترون. فانا قلت عشان يبقى مستقر يا يبقى في 0 يا يبقى في 8 الكترونات. صح يا مستر؟ طب بالعقل دلوقتي انا معايا جنيه، دلوقتي انا معايا 11 جنيه. معايا كام؟ 11 جنيه. انا شخص بحب يكون معايا فلوس مجمده دايما، ما احبش يكون معايا فكه وفضيه عشان ما تملاش جيب على الفاضي. تمام. ففي جيب 11 جنيه، والجنيه اللي فاضل معايا ده اللي هو الفضيه قلقني معفرطني، ما بحبش في جيبي فضيه خالص. طب هعمل ايه يا مستر؟ هاخد الجنيه ده اتصدق بيه، او هديه لحد، او اركنه، او اسيبه في اي حته عشان انا مش محتاجه، انا بحب في جيبي مجمد بس. تمام. طب من العقل اللي انت تفقد الجنيه، ولا تقعد تدور على 9 جنيه او تقعد تدور على 7 جنيه عشان تكملهم 8؟ من العقل تدور على 7 جنيه عشان تكملهم 8، دي الاسهل، ولا الاسهل اللي انت تفقد الجنيه عشان يبقى معاك مجمد وخلاص؟ لا الاسهل مثلا ان انا افقده. اللي انت ايه؟ تفقده. طب معنى ايه فقد؟ يعني بشيله من عندي، مش محتاجه، دي الفقد، رميته. فالاسهل عند الذره ان هي تفقد الالكترون بتاعها. يعني ايه؟ يعني بتقول للالكترون ده روح، انا مش عايزاك، انا مش عايز الالكترون، روح.
شوف حالك. قالت له يا الكترون سيبني، انا دلوقتي معايا 10 الكترونات، عايز ابقى مستقر، انا متعفرطه فمش محتاجاك، خلي فيها 10 الكترونات بس، مش محتاجه حاجه تاني. فالالكترون سابها ومشي، قال لها خلاص انت حر، سابها ومشي. فلما سابها ومشي فالفقد من خصائص مين؟ من خصائص الفلز. ولما بيفقد بياخد اشاره مين؟ بياخد اشاره موجبه يا مستر. شفتوا بقى؟ بفضل الله اتحلت، بفضل الله من غير اي صعوبه. فيها مشكله هنا؟ مفيش اي مشكله يا مستر بفضل الله. يبقى خدنا اشاره مين؟ موجبه. طب يا مستر ما تدينا على السي ال بقى، ولا ده هو كمان ملهوش نفس يفقد ولا يكتسب؟ يا حبيبي السي ال كانت كام؟ كانت 17، وزعنا كان 2 8 7، صح؟ صح. مستوى الطاقة الأخير في كام؟ في 7 إلكترونات. تمام. قلنا عشان نكون في حالة الاستقرار نكون يا في 0 يا يكون في 8 إلكترونات. دلوقتي حضرتك أنا معايا 7، من العقل أزود عليه 1 وأخليه 8، ولا من العقل ارمي ال7 واخليهم 0؟ واحد يقول لي يا مستر ارمي ال7 واخليهم 0، اقول له حضرتك انت غني براحتك، ارمي انت اللي انت عايزه، بس عندنا في الكيمياء بالعقل. تمام. فانت غني ارمي انت براحتك، ما لناش دعوه. تمام. فاحنا عندنا من العقل مش هنفقد ال7، لا ده انا اكتسب عليهم 1 عشان اكملهم 8 وراح دماغي. افقد ال7 دي يعني خساره، يبقى ايه؟ خساره. يبقى الخساره دهيت ان افقد ال7، افقد عدد كبير، اخد عليهم 1 وازودهم لحد 8. يجي يقول لك بقى الذره دهيت معلش انا 7 ومحتاجه 1 بس عشان اكملهم ال8 عشان ابقى في حاله طبيعيه ما بقاش متعفرطه. فاقول لها من عينيا الاثنين، خد الالكترونه قدها مين؟ قدها الكترون. فيقوم جاي واصل ده من ال7 يبقى 8، يبقى ماله 8، يبقى 8 مين؟ 8 الكترونات. 8 مين؟ 8 الكترونات. تمام. عندنا في الذره لما بيحصل لها عمليه اكتساب للالكترونات، دي فلز ولا لا فلز؟ دي يا مستر لا فلز. لا فلز اكتسب فبتحول لاشاره مين؟ لاشاره سالبه يا مستر، يبقى سي ال 17 سالب. طب يا مستر هل دايما في كل عنصر بيبقى موجب وسالب بس ما يبقاش جنبه اي رقم؟ لا بيبقى جنبه اي رقم، بيبقى جنبه ارقام طبعا. ازاي؟ حضرتك دلوقتي حسب انت فقدت كام الكترون او اكتسبت كام الكترون. ازاي؟ انا هنا فقدت كام الكترون؟ هنا فقدت الكترون 1 بس يا مستر. هنا اكتسبت كام الكترون؟ هنا اكتسبت الكترون 1 بس يا مستر. صح. فدلوقتي المفروض اكتب موجب 1 وسالب 1. فعلا يا مستر المفروض، بس ليه ما كتبتش الواحد؟ في الكيمياء عندنا بيفضل ان انت ما تكتبش رقم 1، بيفضل ما تكتبش رقم 1 لاسباب تانية مش عليك. بيفضل ان انت ما تكتبش رقم كام؟ رقم 1. يبقى لما تلاقي مكتوب موجب بس او سالب بس اعرف ان هو ده موجب 1 وسالب 1. طب يا مستر طب لو 2 و3 و5 و6 و7 و8 وي والارقام دي كلها هل ما اكتبهمش ازاي؟ لازم تكتبهم. يبقى رقم 1 فقط هو اللي ما بينكتبش، هو ماله اللي ما بينكتبش. طب موجب 2 موجب 3 4 5 الى اخره كل ده بينكتب، كل ده ماله؟ كل ده بينكتب معانا. تمام كده يا شباب؟ تمام. في اي مشكله لحد كده؟ مفيش اي مشكله يا مستر خالص خالص خالص. طب يا مستر الالكترونات اللي احنا كتبناها فوق ديت انا برضو مش عايز اسيب حاجه يا مستر. انا بص انا بحب يا مستر اعرف كل التفاصيل، وانا مش هسيب لك ولا تفصيل ان شاء الله. الالكترونات اللي فوق دي اسمها ايه؟ ملهاش اسم؟ لا لها اسم طبعا، اسمها الكترون التكافؤ. يعني ايه الكترون التكافؤ؟ يعني الالكترون اللي في مستوى الطاقه الاخير اسمه الكترون التكافؤ. اسمه الكترون ماله؟ التكافؤ. تمام؟ تمام. يبقى كده يا مستر عرفنا اسمه. تمام كده يا مستر بفضل الله احنا عرفنا العنصر بتوزيعاته كلها والدنيا تمام لحد دلوقتي. عايزين يا مستر نكتب بقى، نشوف نكتب المركب ازاي ونكتب المعادلة الكيميائية بتاعتنا ازاي. بسم الله. طريقة كتابة المركب بسهولة جدا، من اسمه مركب. ايه هو المركب؟
المركب يا مستر هو تجميع من عدة عناصر، مجموعة كده من عدة عناصر، عنصرين أو أكتر قام جاي متجمعين مع بعض كونوا لنا مركب كامل. فعلا ده المركب. يبقى المركب هو مجموعة من عنصرين أو أكتر بيتجمعوا مع بعض فبيكونوا حاجة عندنا اسمها إيه؟ اسمها المركب. المركب ده يا مستر عندنا مثلا عايزين نكتب مركب زي كلوريد الصوديوم، وعايز اكتب يا مستر مركب زي مثلا كبريتات النحاس. اي مركبات عندنا اي اسم يجيبه لك تكتبه. طب ازاي يا مستر طريقه كتابه المركب؟ حضرتك حفظت العناصر؟ لا ما حفظتش، يبقى في الفيديو ارجع احفظ العناصر وتعالى كمل. انت بقى طالب الشطور الامور المتفوق، حفظت العناصر؟ حفظت، كمل مع الفيديو. عارفين ان الكلور لسه واخدينه فوق Cl كام يا مستر؟ ثانية عذرا نكتب تحت. الكلور يا مستر عارفين ان هو Cl وCl 17 ووزعناه فلقيناه مستر ان هو واخد اشارة سالبة وسالب 1. تمام. الصوديوم Na يا مستر وزعناه اللي هو كان 11 ولقيناه انه واخد اشارة موجب 1. تمام. الكبريتات يا مستر انا حفظتها كانت SO4. SO4 يا مستر سالب 2، انا حفظتها يا مستر كده سالب 2. النحاس كانت Cu وكانت يا مستر موجب 2. يا مستر انا ذاكرت ومجتهد وطالب شاطر، صح يا مستر؟ صح، وانت اجدع طالب شاطر عندي. ليه؟ عشان بتذاكر وبتعمل اللي عليك اول باول وبتخلص كل اللي وراك. تمام كده كتبنا العناصر. ما هو المركب مجموعة عناصر، اعرف العناصر اعرف اكتب المركب يا مستر. طب السيو يا مستر SO4 ده السيو SO4 انت قلت لي سالب 2 صح؟ ده حضرتك قلت لك برضو الحصة اللي فاتت دي اسمها مجموعة ذرية. ايه المجموعة الذرية؟ مجموعة ذرية بتكون مجموعة من العناصر متجمعة مع بعض كده وليها شحنة، ليها مالها شحنة اللي هي الكترونات التكافؤ ده لها شحنة اللي هو موجب 2 سالب 2 سالب 1، كل ده اسمها مجموعة ماله؟ مجموعة ذرية. ودي سايبها لك في قلب المذكرة. مجموعة ذرية تتحفظ زي ما هي كده SO4 سالب 2 CO3 سالب 1 SO3 سالب 2، تحفظ زي ما هي كاتبها لك كلها. يبقى بيعتمد على حضرتك الحفظ. تمام يا مستر. نيجي بقى نكتب المركب. المركب بص يا مستر بصيت المركب يا مستر قلنا مجموعة من العناصر. تمام. عايز اجمع ال Na مع Cl عشان يدينا مركب، واجمع السيو مع SO4 عشان يدينا ماله؟ مركب. تاني مكان Na مع Cl NaCl كتبنا مركبنا. المركب بتاعنا انكتب. والله يا مستر والله المركب خلص، ده المركب. طب تعالى نكتب كده السيو SO4 مركب انكتب. المركب انكتب، بس على فكرة ما بيكونش فيه مسافة كبيرة كده ما بينه، هو بيكون مكتوب على بعضه، بس انا بس عشان اوضح لك كويس اهو SO4 عشان بس الناس اللي بتعلق على النت. تمام. يبقى كده كتبنا المركب ده وكتبنا المركب ده موجب 1 سالب 1 سالب موجب 2 سالب 2. طب تعالى كده بس برضو خلي بالك من المكتوب ده. عايز اكتب مركب مثلا من بسم الله مثلا زي هيدروكسيد النحاس و كبريتات او ماشي كبريتات الصوديوم. تمام. تعالى مستر نكتب واحدة كده. يلا سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكبريتات يا مستر عرفنا اللي هي SO4 و SO4 واخدة سالب 2. الصوديوم يا مستر كانت Na و Na واخدة موجب 1.
الهيدروكسيد يا مستر كانت OH وكانت -1. النحاس يا مستر Cu وموجب 2. تمام. لو بصينا هنا، تعالى يلا نكتب مركب بتاعنا بقى، يلا نكتب مركب CuOH NaSO4. واحد كان معايا قبل كده ومتابع قال لي يا مستر انت كاتب المركب غلط. اقول لك فعلا صح وانت مركز. ليه يا مستر؟ الCu موجب كام؟ موجب 2. والOH كام؟ -1. لما بنيجي نكتب المركب لازم نعمل تبادل تكافؤات. يعني ايه تبادل التكافؤات؟ التكافؤات اصلا ما احنا قلنا التكافؤ اللي هو بيكون عدد الالكترونات المفقود او المكتسب فوق العنصر. تمام. فلازم لما يجي تكتب مركب لازم تكتب تبادل تكافؤات. تبادل ماله؟ تبادل تكافؤات. تبادل التكافؤ ده يعني انا دلوقتي معايا 2 وانت معاك 1، فهديك ال2 وانت تديني ال1 ويبقى كده خلاص خلصنا. استلفنا من بعض، يعني استلفنا ماله؟ من بعض. لازم يا مستر؟ لازم. فالCu هتدي الOH 2 والOH هتدي الCu 1. صح. يبقى Cu وتحطها بين قوسين كده اهو OH 2 CuOH 2. تمام. Na 1 والSO4 -2. يبقى Na دي تدي ال2 ودي تدي ال1 Na2SO4. وعرفنا ان رقم 1 ما بينكتبش. طب يا مستر ليه ما اداناش بالاشاره؟ يعني ما اداناش موجب 1 وسالب 1 بالاشاره؟ لما نيجي نبدل التكافؤات بنسيب الاشاره على جنب ونديله الرقم بتاعنا بس. ده تبادل التكافؤات. ناخد راحه دقيقتين ونبدا نكمل واعرفكم ليه كتبنا هنا فيما بين قوسين، ونبدا نكتب معادلات كيميائيه وطريقه كتابه المعادلات الكيميائيه كامله. خد راحه دقيقتين كده وتعالى كمل. يا مستر قبل الراحه حضرتك قلت لي الCu والOH باي 2. ليه حطينا قوسين؟ بص، OH ديت برضه لو انت ذاكرت المجموعه الذريه، لا سايبها لك برضه في المذكره، اسمها مجموعه ذريه. وعرفنا المجموعه الذريه هي عدد من العناصر تحمل اشاره، تحمل شحنه. طب يا مستر انت هتستسكى عليا؟ لا مش هستسكى يا مستر. مع حضرتك احنا عندنا حاجتين اتنين، عندنا المركب وعندنا المجموعة الذرية. ايه الفرق ما بينهم؟ يا مستر حضرتك دلوقتي ان قلت لي المركب مجموعة من العناصر، عنصر زائد عنصر. تمام. والمركب والمجموعة الذرية عنصر زائد عنصر، مجموعة من العناصر. تمام. طب ده يا مستر مجموعة من العناصر دي مجموعة من العناصر، اشمعنى المجموعة الذرية اللي بتحمل شحنة؟ والمركب ايوه، المجموعة الذرية تحمل شحنة، في شحنة فوق كده. طب المركب لا يحمل شحنة، يبقى المجموعة الذرية تحمل شحنة، المركب لا يحمل شحنة، شحنته بصفر. يبقى دي الفرق بين المجموعة الذرية والمركب. لما تلاقي مجموعة ذرية اللي هي مجموعة من العناصر زيها زي المركب عشان تفرق ما بينهم، هي شبه المركب بالظبط، فعشان تفرق ما بينهم ديت بتحمل شحنة وديت ما فيهاش شحنة. شفت الفرق ما بينهم؟ يا مستر شفت الفرق. زي مين يا مستر؟ اديني مثال برضه عشان ما تسيبنيش كده، ادي لحضرتك مليون مثال. مثال مثلا عندنا مركب زي Fe SO4. تمام. عندنا مستر مجموعة ذرية زي مثلا مين؟ زي مثلا CO3. ثانية كده يا مستر معلش. تمام براحتك. نيجي نبص كده بسم الله. ده مركب ولا ده المركب؟ ثانية يا مستر. دي مجموعة من العناصر، تمام، ودي مجموعة من العناصر، تمام. دي ما فيهاش شحنة، دي فيها شحنة، يبقى ده مستر المركب وده مستر المجموعة الذرية. يبقى شفنا الفرق بينهم، مستر. شكرا جدا.
يبقى كده عرفنا طريقه كتابه المركب والمجموعه الذريه. تمام. يلا بقى نخش على المعادلات الكيميائيه. المعادلات الكيميائيه. طب اخر حته، معلش اخر حته، معلش انا زمقتكم بس معلش لمصلحه حضرتك. اخر حته، المركب كتبناه كده والمجموعه الذريه كتبناها كده. طب حضرتك مثلا لما جيت كتبت فوق السي يو او اتش، كتبت في حته حاجه كده قلت اسمها باي، انا سمعت كلمه باي وقلت لي يا مستر باي 2، قلت لي يا مستر باي ايه؟ باي 2. فعلا انا قلت الكلام ده. ايه الكلام ده؟ مش المجموعه الذريه مجموعه من العناصر؟ لو حضرتك حطيت الاتنين ده عملتها مثلا كده OH2 اهو CuH2، بقت الاتش دي بتاعت مين؟ بقت الاتنين دي بتاعت مين؟ والله يا مستر انا من وجهة نظري كده بقت الاتنين دي بتاعت الهيدروجين. والاو مفيش حاجه تحتها يبقى هي واحد، والسيو مفيش حاجه تحتها فهي واحد، يبقى كده الاتنين بتاع الهيدروجين. هل الاتنين انا قلت بتاع الهيدروجين ولا بتاعت مجموعه الهيدروكسيد الاو اتش؟ مجموعه الهيدروكسيد او اتش. فانا عايز اجمع الاتنين دي كل بكل. فعندنا في الرياضه حاجه اسمها القوس وفك القوس. القوس اللي هو الاو اتش باي 2، يعني لما اجي افك القوس بتاع ده اهو، فاذا الاتش الاو هتكون عندنا 2 صح يا مستر، والاتش هتكون عندنا 2. ما احنا بنفك القوس ازاي في الرياضه؟ حضرتك بنفك القوس في الرياضه اللي احنا بنعمل ايه؟ اللي احنا يا مستر بنضرب الاتنين في الاتش والاتنين في الاكسجين صح؟ يبقى فكينا القوس هنا وفكينا القوس ايه؟ وفكينا القوس هنا. يبقى فين فك القوس ازاي؟ يبقى فهمنا ليه ما كتبناش. ما لو كتبناها OH2 فلما نيجي نفك كده فالاو يا مستر عندنا بواحد والهيدروجين عندنا باتنين. هل دي صح؟ لا يا مستر، حضرتك الصح دي غلط ودي الصح. تمام كده يا شباب؟ تمام. عرفنا فك القوس بيتعمل ازاي، عرفنا بنجيب المركب بتاعنا ازاي ونوزعه ازاي وطريقه كتابته صح ازاي. طب يا مستر هل القوس ده انت قلت عليه باي؟ ما هو القوس في الكيمياء اسمه باي 2 اهو اللي هو رقم 2، باي 3، باي 4. تمام كده؟ بفضل الله بقول لكم كل التفاصيل كامله وبالتفصيل الممل عشان ما اطلعش مش سايب لك فتفوته. الفتفوته ده قايلها لك وفي مصلحتك، هيفيدك في ثالثه ثانوي. في ثالثه ثانوي هتاخد الحاجات دي، في الكليه والله لا تاخدها وهتدرس الحاجات دي كلها تاني، فانت تكون متاسس فيها صح. الفيديوهات بتاعت التاسيس دي والله لو واحد في الكليه مش عارف التاسيس بتاع العناصر الكيميائيه يرجع يسمعه، تاسيس قوي جدا جدا والله بفضل الله يعني. فنيجي نكتب بقى المعادله بتاعتنا. عندنا المعادله الكيميائيه. والله يا مستر المعادلة الكيميائية أنا بسميها كده بيني وبين نفسي، عندي معادلة كيميائية بسيطة ومعادلة كيميائية معقدة. أنا بسميها بيني وبين الطلاب بتوعي كده معادلة كيميائية بسيطة ومعادلة كيميائية معقدة. المعادلة الكيميائية البسيطة بتتكون من عنصر زائد عنصر. المعادلة الكيميائية المعقدة بتتكون من عنصر زائد عذرا، المعادلة الكيميائية المعقدة بتكون عدة مركبات، تتكون من مركب ومركب. دي المعادلة الكيميائية البسيطة والمعادلة الكيميائية المعقدة. ناخد أمثلة يا مستر. المعادلة الكيميائية البسيطة زي مين؟ عنصر وعنصر. عنصر مثلا زي عايز أفاعل، هيجي يقول لك إيه؟ فاعل الصوديوم مع الكلور هيدينا إيه؟ فنفاعل عنصر الصوديوم مع عنصر الكلور. لا، قبل ما نبدأ في ديت في حاجة أهم، إيه هو الأهم؟ الأهم احنا خدنا المعادلة الكيميائية البسيطة عنصر مع عنصر والمعقدة مركب مع مركب. تمام. عايز حضرتك أعرفك إيه هي المعادلة الكيميائية أصلا. المعادلة الكيميائية عندنا بتتكون من 4 حاجات مهمة جدا جدا. يبقى المعادلة الكيميائية بتتكون من 4 مكونات. أول مكون للمعادلة الكيميائية عندنا حاجة اسمها متفاعلات. تمام. وعندنا حاجة اسمها نواتج.
متفاعلات وماله ونواتج. يبقى عندنا متفاعلات وعندنا نواتج، وعندنا حاجة اسمها سهم التفاعل، وعندنا حاجة اسمها عامل حفاز. عندنا مال، عندنا متفاعلات، وعندنا نواتج، وعندنا سهم التفاعل، وعندنا عامل حفاز. 4 حاجات مهمة جدا. ايه يا مستر هي المتفاعلات؟ حضرتك المتفاعلات بتكون يا اما لو معادلة كيميائية بسيطة هتكون عنصر زائد العنصر، او لو معادلة كيميائية معقدة هيكون المركب زائد المركب. معايا كده؟ تمام، كل ده تعرفه دلوقتي ما تقلقش. عندنا يا مستر سهم التفاعل. ايه هو السهم؟ معناه ان ده التفاعل، دي المتفاعلات، وودتنا اليمة التانية النواتج، يعني دي النتيجة اللي طالعة هنا. تمام. طب ايه هي النواتج؟ النواتج لو عنصر مع عنصر فهيدينا مركب. طب لو مركب مع مركب هيدينا برضه مركب مع مركب، ولكن مركب جديد مع مركب جديد. عرفنا ان التعريف التفاعل الكيميائي الحصة اللي فاتت هو عملية كسر الروابط بين جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين جزيئات المواد الناتجة، فبتكون مادة جديدة. تمام يا مستر، صح، احنا خدنا الحاجات دي كلها. وعندنا كده آخر حاجة وهي العامل الحفاز. العامل الحفاز عندنا 4 عوامل حفازة. أول عامل حفاز عندنا اللي هو اسمه سهم الحرارة، مثلث الحرارة. مثلث ماله؟ الحرارة. دي تعرف إن في هنا حرارة. تاني عامل حفاز عندنا حاجة اسمها كات. كات مش يعني قطة، كات هنا بمعنى اللي هو الضغط. عندنا حاجة عامل حفاز اللي هي دل، وعندنا اللي هي كونك. تمام. يعني ايه دل ويعني ايه كونك؟ الدل والكونك ده خاصين بالحمض. حاجة الموضوع بدأ يكبر ولا يكبر ولا أي حاجة. دل وكونك خدته الحصة اللي فاتت. الحمض قلنا الحمض بيبدأ بهيدروجين مع أي عنصر تاني، زي حمض مثلا حمض الهيدروكلوريك اللي هو الهيدروجين اهوت مع السي ال، فده اسمه حمض هيدروكلوريك. تمام. فالحمض دهوت يا حبيب قلبي بيكون يا دل يا كونك. دل جايه من كلمه دايليوشن، اللي هم بتوع اللغات، دايليوشن يعني تخفيف اللي هو دايليوشن، وكونك يعني كونسنتريشن اللي هو تركيز. فخدوا قالوا ان كلمه الدل دهيت يعني حمض مخفف، وخدوا ان الكونك دهوت يعني حمض شاطر مركز. حمض مخفف وحمض ماله مركز. الله ينور عليك. فلو جيت لقيت HCl تحت منه دل اعرف انه مخفف، طب تحت منه كونك اعرف انه مركز، او على سهم التفاعل في اي حته. تمام. يبقى كده عرفنا ماله، عرفنا كده يا مستر العوامل الحفاز، وعرفنا ان العامل الحفاز. ايه هو العامل الحفاز؟ العامل الحفاز يا مستر هو عامل بيدخل في التفاعل. بيدخل التفاعل، عامل الحفاز بيكون هنا بيدخل التفاعل ينشط من سرعة التفاعل، يا بيزيد سرعة التفاعل يا بيقلل سرعة التفاعل. ازاي؟ دلوقتي انا راجل مش فاضي وعايز اعمل تفاعل كيميائي، بس التفاعل الكيميائي ده مثلا بياخد ساعة، فانا عايز انجز حالي عشان ورايا مشاوير تانية. هنجح هيطلع عامل حفاز معين فيبدأ يسرع من السرعة بتاعته فيقلل الوقت. ازاي؟ بدل ما كان بياخد ساعة ياخد معايا مثلا معايا تلت ساعة 10 دقايق، فقلل معايا الوقت عشان ينجز معايا الدنيا. دي العامل الحفاز. يا اما مثلا انا عندي دلوقتي تفاعل كيميائي بياخد دقيقة، فانا عايز ابطئه شوية عشان ازود وقته شوية عشان اعرف اخد بالي من الحاجات اللي اتغيرت في التفاعل، فهخليه مثلا ياخد نص ساعة فعشان ابدأ اخد حاجات، ابدأ اخد الملاحظات، فاضيف له عامل حفاز هيزود الوقت ويقلل من سرعة التفاعل. دي العامل الحفاز. العامل الحفاز حاجة مهمة ليك جدا. العامل الحفاز زي ما كميته بتدخل في التفاعل زي ما بيخرج نفس الكمية. يعني لو دخلت عامل حفاز مثلا 5 جرام تقريبا مثلا، لازم يطلع اليمة التانية 5 جرام، ما ينقص منه جرام واحد. لو نقص يبقى حصل مشكلة في التفاعل الكيميائي. يبقى عامل الحفاز زي ما بيدخل زي ما ماله ما بيطلع. تمام كده؟ تمام كده عرفنا عامل الحفاز.
وكده عرفنا كل خصائص المعادله. يلا نكتب معادله كيميائيه بقى، ويبقى كده خلصنا. نكتب واحده كده عشان ننهي الفيديو. بسم الله. عايز حضرتك تفعل لي اول حاجه، هناخد معادله كيميائيه اللي هي بسيطه، وبعد كده هاخد معادله كيميائيه معقده. بسم الله. المعادله الكيميائيه البسيطه، المعادله الكيميائيه البسيطه والله حضرتك انا عايز افاعل الصوديوم مع الكلور، دي المتفاعلات، فهيديني نواتج اللي هو NaCl. تيجي كده نطبق كده كل اللي خدناه على المعادله. اول حاجه الجزئيه دي مالها اسمها ايه؟ المتفاعلات. دي اسمها ايه؟ النواتج. دي اسمه ايه؟ سهم التفاعل. فين العامل الحفاز؟ بيكون موجود هنا في وجود الحراره مثلا. ده العامل الحفاز. خدنا كل كده الحالات بتاعتنا، خدنا كل الحالات. طب احنا عارفين من الحصه اللي فاتت برضو، عشان بتضيف على المعادله الكيميائيه بعض الحاجات، عارفين من الحصه اللي فاتت ان حالات الماده 3، وقلت لحضرتك اللي هي ممكن تكون اكتر من كده عادي جدا. في المعادله الكيميائيه عندنا الحاله لو صلبه، لو العنصر ده صلب او المركب صلب فبنحط له اس اللي هو سوليد، ولو سائله ليكويد فبنحط ال، ولو غازيه جاز فبنحط جي، ولو محلول اسمها اقوس فبنحط A Q. ايه اللي هو المحلول؟ حاجه دايبه في ميه او حاجه دايبه في ماده تانية، دي اسمها محلول. تمام. وعندنا لو بخار فبالانجليش اسمه فيبور، بناخد له العنصر او الرمز V. ده حالات الماده اللي عندنا في الكيمياء. تمام. في تاني في تاني. لو عندنا في الحمض بقى مخفف فبنحط له ديل. يعني مثلا مش احنا قلنا بيتحط في سهم التفاعل، وقلت لك برضه بيتحط تحت العنصر عادي جدا او تحت الحمض عادي جدا. ولو مركز يا مستر بنحط له كونك. صح كده؟ صح كده يا مستر، الله ينور عليك، الله يبارك لك. طب تيجي نطبقهم هنا كده. ان ايه؟ دي قطعه صوديوم، فقطعه فبتبقى صلبه، فاس تحت منها اس كده. طب هل بنسيبها بس كده؟ لا، بنحطها ما بين باي اللي هي ما بين القوس، بنحطها ما بين قوس كده صغير واس. والكلور، الكلور ماله؟ الكلور عارفين مصر اللي هو الكلور اللي احنا بنجيبه من الميه ده اللي هو بنقسمه بنعمله في الغسيل، فهو ليكويد ال، وبرضه هو بين قوسين. فبنطلع NaCl، عندنا حته صلبه مع ميه فبيدينا NaCl ماله؟ محلول AQ. تمام كده؟ تمام. في اي مشكله؟ لا مفيش اي مشكله يا مستر. طب ليه يا مستر بنكتب الحاله؟ عشان حضرتك لما اجي ابص على المعادله اعرف انت فعلت ايه مع ايه، صلب مع سائل، سائل مع غاز، غاز مع بخار، اعرف حضرتك ايه طريقه التفاعل اللي انت عملته. لما ابص من نظره كده فاعرف كل التفاصيل بتاعتها. تمام. تمام. وفي حاجه اسمها وزن المعادله. ايه هي وزن المعادله؟ وزن المعادله هاخدها لك دلوقتي في المعقده عشان نبسط الموضوع. لو عندنا المعادله الكيميائيه عندنا عنصر داخل بواحد، يعني Na1، فلازم يطلع اليمه التانيه ماله 2. لا استغفر الله. لو عندنا عنصر واحد فلازم يطلع اليمه التانيه 1. طب عندنا عنصر 2 يطلع اليمه التانيه 2، 3 يطلع 3، 4 يطلع 4، 5 يطلع 5. دي خطوات تانية عادي اسمها بنحقق قانون بقاء المادة. يعني المادة دخلت زي ما تخرج، زي العامل الحفاز. وبنحدد او بنحقق قانون بقاء الطاقة برضه، الطاقة اللي داخلة زي الطاقة اللي خارجة. تمام كده النقطة ديت؟ تمام. هناخدها في المعادلة الكيميائية المعقدة ونبدأ نعملها. أول حاجة وده آخر حاجة إن شاء الله، عندنا في عملية البناء الضوئي خدتوها في تانية إعدادي، تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع المية في وجود ضوء الشمس تمام. قال لحضرتك ان هو اداك C6 جلوكوز H12O6 زائد اكسجين. فعمليه البناء الضوئي دي على فكره معادله كبيره وتقيله، فانا عشان اعلم لك الموضوع كله فيه. اول حاجه المعادله الكيميائيه حضرتك ديت اللي قدامنا ديت عمليه بناء ضوئي. عمليه البناء الضوئي في النبات بتحصل عشان النبات ياخد طاقه، ياكل الاكل بتاع النبات هو الاكل اللي طلع ده.
والنبات عارفين ان هو بيدينا اكسجين، فيدينا احنا كمان تنفس، فهو الاكسجين اللي طلع، فدي اسمها عمليه البناء الضوئي. يبقى عمليه البناء الضوئي تفاعل بعض المركبات بيدينا الاكل بتاع النبات ويدينا اكسجين اللي احنا عايزينه. تمام. طب يا مستر نيجي يلا كده نطبق كل اللي خدناه على المعادله. اول حاجه اللي بره ده اسمه متفاعلات، تمام، واللي طلع ده اسمه نواتج. ما شاء الله عليك، صح، طلع اسمه متفاعلات والتاني ده اسمه نواتج. دي متفاعلات. معادله كيميائيه بسيطه ولا معقده؟ لا معقده يا مستر، ده مركب مع مركب ادانا مركب مع عنصر عادي جدا، او مع مركب، مش شرط، بس معقده فيها مركبات كتير. تمام. دي متفاعلات ودي النواتج. فين سهم التفاعل؟ ده يا مستر سهم التفاعل. فين العامل الحفاز؟ ضوء الشمس، عامل حفاز. لما ضوء الشمس استخدمه بدأ يسرع من عملية التفاعل الكيميائي، وبدأ يطلع عندنا مين؟ الطعام والأكسجين. فين طعام بقى يا مستر؟ انت عمال تقول طعام بتاع النبات. C6H12O6 ده اسمه سكر الجلوكوز. سكر ماله؟ الجلوكوز. سكر الجلوكوز ده هو طعام النبات. طعام ماله؟ النبات. تمام، بيدوله الطاقة. والأكسجين ده اللي هو الغاز اللي احنا بنتنفسه. تمام كده، الله ينور. الأكسجين ده غاز، فاحنا عارفين الغاز ان هو بيتصاعد، فهنحط له سهم التصاعد كده. ولو عندنا راسب، فالراسب بنحط له سهم. هنقول لكم الحتتين دول برضو قدام. تمام. تمام كده كونا المعادله الكيميائيه. كونا المعادله الكيميائيه. طب عاوزين يا مستر نوزن بقى المعادله الكيميائيه بتاعتنا ديت، نوزنها ازاي؟ نيجي كده تحت تاني نكتب CO2 زائد H2O هيدينا C6H12O6 زائد أكسجين. تمام. وهنا ضوء الشمس طبعا. يلا نوزن، يلا. اللي داخل زي اللي خارج. ازاي؟ دي 6، السي كام؟ 1، طلع كام؟ 6. عايزين نخليها 6، فهنضرب هنا في 6. تمام. أصبح عندنا الأو بكام؟ الأو 2 في 6 ب12. برضه قبل ما نوزنها برضه هنقول لك ملحوظة مهمة. دي كده عنصر O2، دي كده مركب CO2، واحط هنا مثلا رقم قبله 2 مثلا. تمام. في حته مهمه جدا جدا، ايه هي؟ بص كده، الاو ديت كام ذره؟ 2 يا مستر. ازاي؟ ما هو O2 معناها اللي هي اكسجين واكسجين، 2 زائد بعض فادانا O2، صح. طب CO2 معناها ايه؟ معناها طب تيجي نفك كده. بص، مش ده قوس؟ اعتبر ان الواحد دي، اعتبر الاتنين دي مش موجوده دلوقتي اهي، ده قوس. تمام. معناها يا مستر كده ان عندنا سي واحده عشان فينا 1، وعندنا الاو ب2، يعني او زائد او، فالاو عندنا ب2، صح. تعالى كده نخليها الجمع، نجمعها. يلا يا مستر، او ب2. تمام. انا بقى هحط اي رقم هنا، هحط مثلا هنا 4. تعرف تفكوا القوس؟ اعرف افك يا مستر القوس، اتعلمنا، عرفنا ان ال4 تنضرب في السي وال4 تنضرب في الاو. طب يلا، 4 في سي، 4 في سي، السي بكام؟ ب1 يا مستر، صح. ف4 في 1 يبقى بكام؟ يبقى عندنا كده 4 سي. تمام، الله ينور. طب 4 في O2، 4 في O2 ده 4 صح؟ الأو بكام؟ ب2. اضرب كده 4 في 2 ب8، يبقى كده الأو يا مستر أصبحت عندنا ب8. فهمت التوزيعة ديت؟ فهمت الضرب ده؟ ضرب سهل جدا في الرياضة، ده أبسط حاجة. فعلا يا مستر صح. يبقى فهمنا التوزيعة، فهمناه. فكده أصبح عندنا دي ب4 ودي ب8، يبقى دي كده ب4 وهنا 4 في 2 ب8، صح؟ صح. دي اللي هنطبقه هنا ازاي؟ اهو بكل سهولة. دي السي 6، ما هنا 1 في 6 ب6، وهنا 1 في 6 ب6، صح. طب هنا الأو بكام؟ ب12 اهو، 6 في 2 ب12، 6 في 2 ب12 زي ده بالظبط، 4 في 2 يبقى ب12. ودي كام؟ دي الأو يا مستر ب1 يبقى 12 1 13. وهنا الأو بكام؟ هنا الأو مستر تحتها 6 يبقى ب6، والأو هنا كام؟ ب2 ب8، 12 و8.
طب تيجي نحط هنا كده 6. تعال يلا نجمع تاني. تعالوا نمسح ده كده بس عشان تبقوا مركزين. تمام، فهمتوا الحته ديت؟ تمام، واحده واحده. السي بكام؟ اهو بص 6 سي. طلعت اليمه التانيه كام؟ طلعت اليمه التانيه يا مستر 6 سي. تمام. كام اكسجين؟ والله يا مستر عندنا 12 اكسجين. 12 اكسجين بس. هنا 12 زائد كام هنا؟ 6 في اكسجينة واحدة، يبقى 6 اكسجين برضو يا مستر. يبقى زائد 6 اكسجين اللي هي بكام؟ ب18 اكسجين. يبقى ال 18 اكسجين لازم تطلع اليمة التانية كام؟ 18 اكسجين. تعال نبص كده، هنا 6 صح، وهنا 2. 6 و2 8. تفضل كام من ال 18؟ والله يا مستر لو حضرتك كتبنا هنا 6، ف2 في 6 ب 12. 12 زائد 6 هتدينا 18، يبقى اصبحت عندها طلعت ب 18 اكسجين. وعندنا 6 كربون، وعندنا 6 في 2 ب 12 هيدروجين. والله يا مستر طلعت اليمة التانية ب 12 هيدروجين. طريقة وزن المعادلة الكيميائية سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، ولكن عايز تركيز وواحدة واحدة عشان ما تلخبطش. طلع العناصر الكيميائية في جنب كده وابدأ وزع، شوف دخل كام وطلع كام. لازما اللي يدخل زي اللي يطلع. تمام كده يا شباب؟ تمام كده بفضل الله. خدنا العنصر وتوزيعه، وخدنا المركب وطريقة كتابته وطريقة توزيعه وطريقة تبادل التكافؤات وكل الحاجات دي. خدنا المعادلة الكيميائية وخدنا كل تفاصيلها الكاملة، وفضل الله شرحت لكم كل تفصيلة مملة بدقة جدا جدا جدا. فالفيديو سمعته مرة ما فهمتش حاجة او في حاجات بعض الحاجات وقعت منك، ارجع اسمعه تاني هيتطبق معاك. الفهم اللي هنا لو انت طالب شاطر هتفهمه مرة واحدة ان شاء الله، وانتوا كلكم شطار. طب لو في بعض الحاجات وقعت منك وده طبيعي جدا جدا جدا، مش معنى كده انك فاشل، لا ده في حاجات هتقع منك عشان انت اول مرة تاخد التأسيس الجامد القوي ده، وده يفيدك جدا. اول ما تخش على اول درس هتفهم اللي انا بقوله لك ده وهتشكرنا عليه. لو في حاجه بعض الحاجات وقعت منك ارجع اسمعه تاني مره واثنين وثلاثه و10 لغايه اما يبقى معاك واحده واحده، يبقى معاك خلاص بيرفكت من كل النواحي. طب يا مستر في بعض الحاجات يا مستر وقفت معايا انا مش فاهمها، والله اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك على طول. اكتب لي في التعليقات يا مستر وقف معايا 1 2 3 وانا هرد عليك. تمام كده يا شباب؟ تمام. يا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.